النهارده يا جماعة هنخلي لعبة فري فاير من لعبة عادية جدا للجرافيك عادي جدا للعبة تكون واقعية، ولكن هيكون التغيير في الأسلحة ومش هنحتاج فري فاير العادية، هنا هنحتاج فري فاير ماكس. أول حاجة لازم تسمعوا صوت الأسلحة دوت علشان هقول لكم التغيير. يا جماعة أنا هقول لكم على حاجة تعملوها تخلي أصوات الأسلحة ديت أصوات واقعية. هتخشوا على الإعدادات على خيار فري فاير ماكس، كل اللي على الشمال دوت هتحوله لليمين، كل دوت بيبقى موجود على الشمال زي ما هو ظاهر لكم كده، وعلشان كل ده يشتغل معاكم هتحول نمط الصوت بدل اللي هو كلاسيكي تحوله جودة عالية علشان خاطر تسمع أصوات الأسلحة. يلا بقى نشوفه في جيم. أخيرا دخلنا جيم بعد معاناة. هجبت لكم بقى أصوات الأسلحة دي، جبت لكم شوتجن وإيجل عشان تسمعوا بقى أصوات الأسلحة براحتكم طبعا يعني، والإفكتات دي حسسك يعني كأنك مش موجود في لعبة، كأنك يعني صوت الأسلحة شبه صوت الأسلحة يعني في الحقيقة في الواقع يعني مش في العادي يعني. لكن هنا يعني فري فاير ماكس يعني حرفيا بتفرق عن فري فاير العادية بحاجات كتير قوي بجد، وجبناه بكل سهولة يعني بكل سهولة يعني مش فارق معايا يعني. فالمهم يا جماعة يعني اسمعوا الأصوات واللاج برضو شوفوه برضو لأنه برضو هيأثر. والله يعني بصوا النطة يعني بجد النطة شكلها يضحك بس واقعية يعني، أكيد محدش هينط وهو جسمه واقف، لكن دي بتنط يعني وهو الجسم يعني الرجل مرفوعة، لكن في فاير عادية بتنط وهو واقف رجله ما بتتحركش يعني في عالم موازي يعني. وجبناه برضو بكل سهولة يعني بكل بساطة. طيب ايه ده؟ نختار ايه بقى؟ نختار السلاح دوت علشان اللاج. بص النطة بجد النطة شكلها يضحك بس برضو واقعية برضو يعني، اهم حاجة اللي احنا قلنا ان دي واقعية. طبعا الصوت دوت ملوش يعني السلاح دوت ملوش صوت لان في اسلحة مبيبقاش لها صوت في مودات معينة، فعشان تجرب التكملة الكاملة خش الرانكد، ما تخشيش غير رانكد لان هيبقى في افكتات تانية بقى لصوت العربيات وكده يعني. فيعني يا جدعان بقى هو ماشي نطلع له من فوق ونشغل دماغنا برضو، هو جالنا من تحت يبقى نجيله من تحت. طيب المهم بقى المهم ايه الأسلحة يعني ليها أصوات مختلفة لما بتخش مودات تانية يعني، ده غير الأصوات العادية خالص. واللاج برضو هتلاقي في لاج كتير قوي ده عندنا بس يعني، فمش مهم برضو يعني. آخر جولة وأكيد يعني تلاقيه بيعمل فيها مقلب يعني، والمقلب والحاجات التافهة دي. اسمعوا بقى صوت السلاح اللي هو هيجيب، اسمعوا الشوتجن ده، الشوتجن يعني كأنه محطوط فيه كاتم صوت، ما تسألوش ازاي بس يعني في معجزات بتحصل. وبصوا برضو الجارية يعني انت بتجري، بص الافكت اللي بيظهر افكت والله غريب بس يعني جامد برضو يعني. ايه ده؟ يلا نجري يلا، ما نقعدش نتكلم كتير، انا بتكلم كتير قوي بجد، انا اخسر بتكلم كتير قوي ما ينفعش اتكلم كده، انا اخسر من كلامي كتير. طيب يا جماعة احنا نسكت بقى علشان انا بتكلم كتير يا جماعة، الكلام بس هو اللي مقصر يعني. برضو نجيب نفس الأسلحة لأنها كده كده مش هتتغير يعني، ايه جديد برضو يعني جبنا نفس الأسلحة برضو. يا رب ما نموت زي المرة الأولى بس عشان كانت غلطة بس كنت بتكلم كتير، فلازم نسكت بقى وما نتكلمش كتير عشان خاطر ما نموتش، لأن أنا بدمشه وهو ما بيموتش، هو ما باجي بدمشه وهو اللي بيموتني. طيب اوكي احنا هنجيله من الناحية التانية ونعمل نفسنا أذكياء. ايه ده؟ هو جه منين ده؟ ايه ده؟ بصوا برضو الافكت بتاع الموت يا جماعة، افكت جامد الصراحة يعني. برضو السكار في المود الذئب الوحيد ملوش صوت، لكن يعني لما تخشوا تدريب عايزين تجربوا كل انواع الاسلحة وكل اصواتها، خشوا تدريب ده احلى حاجة، احلى حتى من الرانكد، تسمعوا كل اصوات الاسلحة. طبعا ده بيختلف عن الذئب الوحيد لان الذئب الوحيد في اسلحة ما بيتفعلش فيها ميزة اللي هي دقة الصوت وكده يعني، فيعني دي ميزة جامدة جدا، ده غير الحاجات الكتيرة جدا في فاير ماكس. لو قعدت تقلب شوية في الإعدادات هتلاقي حرفيا حاجات تحولك من لعبة عادية خالص جدا للواقع يعني،
حرفيا يعني هتخليها واقعية. انت لما هتشوف الفيديو هتقول ان ده تطبيل، لكن هتحس بالتغيير لو جربت الكلام دوت كله ويعني وبنفس الخطوات، ونكون كده بس كده.